بسم الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في مطبخ حياه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم غنشارك معكم اللحم بالخرشف على طريقتي، كيجي زوين وبنين ومريقه اللي كتجي خاتره. هنا عندي واحد البصله متوسطه، واحد الضريسات ديال الثومه مقطعه على هذا الشكل، وهنا عندي هذه الكميه ديال اللحم. بالنسبه للحم كل واحد يعمل الكميه اللي يبغى. عندي هنا التوابل، عندي الملح، سكينجبير والخرقوم والابزار. الابزار كتعملوا كميه ناقصه على سكينجبير، وهنايا عندي القزبور يابس شويه. غندير هاد الربيطه ديال الربيع، ما كنقطعوش، كتجي المريقه صافيه، واحد شويه ديال الماء باش كتذوب هاد العطريه. ردها تشحر على نار مهيله، عاد نضيف الزيت وواحد المطيشه صغيره. من بعد ما كتدخل العطريه مزيان في اللحم، دابا غنضيف هاد المطيشه صغيره. هي المطيشه تكون هي صغيره ما تكونش كبيره. واحد نص كاس ديال زيت نباتيه وزيت زيتون مخلطين، راه كافيه باش كيجي هاد المريقه خاسره وكيجي زوين. غنخليها تزيد تشحر، غنحركوها ونخليوها تزيد تشحر. دابا غنعمل الماء يكون سخون باش نمرقو، باش يطيب اللحم وطيب الخرشف. دابا غنسد عليه واحد ربع ساعه، عاد نفتح عليه باش نضيف الخرشف. صافي دابا غنسد عليه 15 دقائق، ربع ساعه. بعد ما كتمر ربع ساعه زولت اللحم، دابا غنضيف الخرشف. الخرشف ملي كنكونوا كنقيوه كنعملوا له الحامض باش ما كيكحالش. غندير واحد الطريف ديال الحامض، ماشي مصير، حامض عادي، وغنعملوا اللحم من الفوق. دابا نسدو عليه ونخليوه حتى كيطيب، تقريبا واحد 30 دقيقه حتى 35 كيكون طاب. بعد ما طابت الخرشف، دابا غنضيف واحد شويه ديال الحامض مصير وزويتنات حمر وزويتنات هادو الخضر. غنخليوها حتى تقلى وتوقف، عاد ندوزو ان شاء الله باش نعملوها في طبق التقديم. هاد الشكل ديال المريقه كيفاش كيجي، كتجي رائعه وكتجي زوينه. هانتوما هاد الخرشف راه كتجي تبارك الله، هانتوما طايبه زبده، واللحيمه كتجي حتى هي تبارك الله طايبه. غنعملو في طبق تقديم، كنعملو اللحم لتحت والخرشف من الفوق، الطريقه المغربيه. دابا نهزو الخرشف، هانتوما تبارك الله كيفاش كيجي طايب زبده. هانتوما كتشوفوا الخرشف تبارك الله طايب، راني كنعمل هي القليبات كيجيو طايبين وزوينين وما كيديولكمش الوقت في الطياب. المريقه كتجي خاتره وزوينه، شوف تبارك الله. كما كتشوفوا هذا هو الطبق ديالنا، مريقه كتجي رائعه وزوينه. بالنسبه للتوقيت ديال طياب اللحم كل واحد، وكاين اللحم اللي كيكون فتي دغيا كيطيب، وبالنسبه للخرشف ولا القناريه حتى هو كتعملوا القليبات باش كطيب دغيا وكتجي زوينه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء، والى فيديو قادم ان شاء الله.